السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا بجد. قبل اي حاجة تعالوا ندعي مع بعض لاخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم وينصرهم على اللي هم فيه. والنهاردة بقى وصفة من الوصفات السهلة البسيطة جدا، وهي سلطة البتنجان. هنعملها مع بعض بكل اسرارها، وبجد ازاي تطلع معانا طعمها حلو وتنفع مع اي وجبة بنعملها، سواء مشاوي او اسماك او اي حاجة. كمان تنفع للناس اللي عاملة دايت. وقبل اي حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك. وتعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا عاملة ازاي. هحتاج 3 حبات من البتنجان الاسود. ممكن لو ما عندناش بتنجان اسود وعندنا البتنجان اللي احنا بنحشيه دوت بس يكون اسود برضو، ينفع معانا في الوصفة. طماطمايه، بصلايه، فلفل اخضر، فلفل الوان. وهنحتاج كمان قرن شطة يكون حامي، لانه بيديها طعم حلو قوي. هنحتاج 7 8 فصوص من الثوم كده، او راس ثوم تكون وسط. الخضار بتاعنا بنكون غاسلينه كويس جدا. هجيب اي صاج بيدخل الفرن او اي صينية، وهحط فيه الخضروات بتاعتي كلها. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي مجهود او اي طاقة خارجية. هنجيب سكينة وهشق بس البصلاية بتاعتي كده 4/4، مش للآخر. انا بس بشقها كده عشان تستوي معانا بسرعة، وعشان لما اجي احط لها زيت الزيتون دلوقتي تدخل جواها وتخليها طعمها احلى. قسمت كمان الفلفلاية نصين عشان كانت كبيرة، عشان متاخدش وقت معايا في الفرن. وده قرن الشطة فتحته كده بالسكينة. وعملت كده برضو في البتنجان عشان الزيت برضو يدخل جواه دلوقتي ويستوي بسرعة. اهو شقتها بس كده، او يعني بغرز فيها السكينة بس مش اكتر. هجيب بقى التوم بتاعي بحطه زي ما هو، ومنحتاجش نعمل فيه اي حاجة خالص. وهجيب زيت الزيتون حوالي 3 4 معالق كده من زيت الزيتون برشه عليها. بيدي نكهة حلوة قوي مع الخضروات اللي بتتشوي في الفرن. هنا بقى كمان هنحط معلقة صغيرة من الملح. وطبعا الملح هنا يعني بيختلف من شخص للتاني على حسب انتوا بتحبوا الحاجة حادة قوي او مش حادة قوي. فاحنا بندوق وفي الاخر وبنشوف اذا كنا عايزين نزود او لا. انا هنا استخدمت معلقة صغيرة، وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية. وبعد اقلبها يمين وشمال لحد ما اتأكد ان الخضروات بتاعتي استوت كلها. هنا خلاص كانت استوت، طلعتها. هسيبها بقى انها تهدى شوية، المفروض يعني ان احنا بنسيبها تهدى شوية وبعدين بقشرها. طبعا انا هنا مستعجلة عليها زي كل مرة. بدأت ان انا اقشرها وهي سخنة برضو. معلش بقى يا جماعة، عشان انا بصور في ضوء النهار، فببقى مستعجلة ان انا اخلص بسرعة قبل ما النهار يخلص. عشان الإضاءة عندي مش حلو، فانا بصور في الوقت ده يعني. بصوا ببقى مستعجلة جدا عشان تعرفوا قد ايه انا بتعب عشانكم. قشرت بقى البتنجان بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى اي طبق او اي بولة هنحط فيه البتنجان بعد ما قشرناه. وهنحط كمان الخضار بتاعي كده. الخضار ما بنعملش فيه اي حاجة، بحطه زي ما هو، لان احنا اصلا مقشرينه قبل ما ندخله الفرن. اهو الفلفل. وهنقشر بقى البتنجان الباقي. حطينا الثوم كمان. آه حطينا الثوم كله، ما بنسيبش اي حاجة خالص. هو خلاص كله استوى، يعني انت اول اصلا ما بتمسكيه بتلاقي القشرة بتاعته اتشالت لوحدها. انا شلت قشرة البتنجان بس عشان ما تبقاش طعمها وحش او شكلها مش حلو معانا في الطبق. ولكن ما بقشرش اي خضروات تانية، لان اصلا القشر بيبقى فيه فايدة، يعني القشر من الحاجات اللي فيها فوائد عالية. هنا الوصفة دي مليانة حديد، فيها حمض فوليك كمان عشان الخضروات اللي احنا حاطينها. الفلفل الاخضر والفلفل الالوان بيبقى مليان حمض فوليك، وبيبقى مليان زنك وحديد، فمن الحاجات المفيدة جدا. حلو كمان للناس اللي عاملة دايت. ما فيهاش اي عناصر، سوري، ما فيهاش اي سعرات حرارية عالية، لكن هي فيها عناصر غذائية عالية جدا طبعا. قشرنا بقى اخر بتنجانية معايا كده اهو. وهبدأ انزل زيت الزيتون مع العصارة اللي نازلة من البتنجان، لان بتبقى فيها نسبة حديد عالية. هنا بقى عندنا خيارين، يا اما بهرسها وبسيبها مجروشة كده زي لو انتوا بتحبوها كده. ولكن في اطفال تيجي تقول لكم لا انا ما بحبش البصل، تقعد تشيل البصل في جنب. ما بحبش الفلفل الاخضر، تقعد تشيل لك الفلفل في جنب. فطبعا لا، فاحنا ايه، يا اما هنديها ضربة في الكبة، او هديها ضربة بالهاند بلندر، او بديها ضربة في الخلاط. ولكن لو بتحبوها زي ما هي كده، فما فيش اي مشكلة انتوا تقدموها مجروشة كده عادي.
بس انا اديتها ضربة بالهاند بلندر عشان اخفي اي حاجة محدش بيحبها ويضطروا ياكلوها زي ما هي، فهم مش عارفين المكونات بتاعتها فيها ايه بالظبط. يعني في ناس ما بتحبش بصل، في ناس ما بتحبش توم، في فاهمه. ف... فالموضوع بيبقى احسن معاكم. انا ده هنا اديتها ضربه كده. طبعا الهاند بلندر دي اللي كنا جايبينها مع بعض لو فاكرين، ودي اول مره استخدمها على فكره، ولقيتها كويسه جدا، ضربت الحاجه بسرعه قوي. انا اصلا مكنتش عايزاها اهرسها قوي، كنت عايزه اديها كده يعني حاجه بسيطه، ولكن هي من اول تكه عملتها لي كده زي ما انتم شايفين. هنا هتحسوا انها خفيفة، ولكن كل ما بسيبها بتتقل معايا. هجيب بقى الطبق التقديم وهفضي السلطة بتاعتنا. على فكرة طعمها حلو قوي، لازم تجربوه. اهو هي هنا بقى كل ما هنسيبها عشان سخنة، كمان الحاجة كلها سخنة، انا مستعجلة عليها على فكرة. اديتها رشة من الفلفل الاسود. ما بحبش احط منكهات كتير عشان مش عايزة اضيع طعم الخضار المشوي. اديتها عصرة من الليمون، او ممكن خل، لو ما عندكيش ليمون ممكن تحطي معلقتين من الخل كبيرة كده. اهو زيناها بقى بليمونة وعود بقدونس، وما تنسوش تدوقوها وتقولوا لي رأيكم ايه.